البصله 160 فين العذاب واش البحور حنايا كناكلوا السردين ب 300 بلاد فلاحيه وكناكلوا بحال هاد العافيه حشومه كاع نتوما قتلونا هنيو راسكم كاع علاش دايرين هاد العذاب هنيونا طقوا لنا داكشي في الماء وقتلونا الله يعاون صافي ولا شريو علينا 6000 ريال والو واش فينا الله يرحم والديك وليدي زعما الله يديروا لنا حل ما كيشرا الفرن جبنا 300 وفيها 500 صادفت هاد الايام مع واحد البوست كان كيتكلم على تاريخ اعلان نتائج قرعه امريكا هاد العام واللي كان مقرر يوم الاحد 7 ماي. نزلت التعاليق ولقيت 90% تقريبا كامله مكتوب فيها الله يسهل علينا نخرجوا من هاد البلاد يا رب. تأملتها مع راسي استبشرت ودارني خاطري في نفس الوقت. المفروض والطبيعي هو نعيش في بلادنا بكرامة وعزة نفس، ولكن من ظهرنا طحنا في مسؤولين فاسدين ومجرمين همهم الوحيد هو مصالحهم الشخصية إلا من رحم ربي. خلاو الشباب يحقدوا على الوطن ونكدوا عليه العيشة وخلاوه توصل به لدرجة يهز يديه للسماء يدعي الله باش يخرج من بلاد المسلمين اللي فيها كل شيء إلا العدل وحقوق الإنسان. طبعا كل شيء كيتمنى الهجرة، حتى حاجة ما معاونة، لا ناس كبار مرتاحين ولا شباب فرحانين بالواقع وكل شيء كيتشكى. فئة صغيرة محتكرة على كل شيء والشعب عايش في الفقر. اللهم تغير الوجهة لمكان أفضل فيه كرامة وعيش كريم، والله يسهل على كل واحد ما دام أن بلادنا نخارها الفساد والفقر والإقصاء. الهجرة هي تعبير عن رفض البقاء في البلد واحتجاج على الوضع المزري. الأسباب هي معروفة، منها البطالة والفقر وعنوسة الرجال والنساء وقلة الخدمات الاجتماعية وارتفاع مستوى المعيشة في المغرب وتقليص نسبة التوظيف والتوجه نحو التوظيف التعاقد. الشيء اللي خلى بزاف ديال الشباب المغاربة يفكروا في الهجرة، سواء الهجرة النظامية أو الهجرة السرية. ولكن هنا كاين جوج ديال النظريات كيتكلموا في الدائرة. الأولى هي ضد فكرة الهجرة وحجتهم في ذلك أن هذاك اللي فشل هنا فهو بالضرورة غيفشل تماك، أنه كما كنقولوا بالدارجة ديالنا هذاك اللي كتفو باردين فما غيعمل والو سواء هنا ولا تماك. وهنا غنفتح واحد القوس. بزاف ديال الشباب المغربي عايش واحد الوهم أنه في هذا البلد ما كاين والو، ما كاين ما يدار، فقد ما عشتي هذا الوهم وقد ما سيطر عليك قد ما فعلا ما غدير والو. إلا قدرتي تخرج منه وتخدم على راسك شويه الا انه اكيد غتعطي قيمه مضافه لهذا البلد. فقد ما كتفكر تعطي قد ما كتاخذ، وقد ما كتفكر غير تاخذ قد ما كتاخذ والو. النظريه الثانيه كتشجع على فكره الهجره والحجج كثيرة، منها قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هذه الآية نزلت في الناس تخلفوا في مكة عن الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كانت غزوة بدر فرضوا عليهم الكفار أنهم يقاتلوا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللي مات منهم نزلت فيهم هذه الآية. والمعنى أن اللي عايش الفقر والظلم والاضطهاد أو أنه بغى ينقذ أو يعز الدين ديالو فالواجب الشرعي أنه يهاجر إلى أرض أخرى، سواء كنت مع النظرية الأولى أو النظرية الثانية. وكنتمنى أنك تحط التعليق ديالك وتقول لي الرأي ديالك. أنا عندي واحد الكلمة من الشباب المغربي. جا خويا باغي نحرق باغي نهاجر، ما ندمتش اخويا، غادي نعاود مره اخرى. قبيله سولتيني على الظروف، بغيت نسولك اخويا وحاشا كاين شي كلب تيهرب من دار العرس؟ بيني وبينك اخويا 28 سنه والو،
22 سنه اخويا حتى شي حاجه. التفاؤل هو أنك تعلق بفرج الله ولو أن المعطيات كلها ضدك. فالنبي موسى عليه الصلاة والسلام ملي وصل للبحر وكان موراه فرعون، قالوا له القوم ديالو إنا لمدركون، باش جاوبوا قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذه هي الرسالة اللي بغيت نوصل، سواء كنت هنا أو تما. دايما حط في بالك قول الله عز وجل كلا إن معي ربي سيهدين. سلام عليكم.